تعالي بقى نعمل مع بعض كده حفلة كده من السندوتشات. بجد سندوتشات شاورما الفراخ كده سهلة وسريعة وحلوة جدا جدا. ولا عايزين بقى ناكل رز ولا عايزين ناكل مكرونة وعايزين بقى ناكل كده سندوتشات سهلة وسريعة، خلاص اعملي شاورما الفراخ ومع اسماء، ولا تفكري ولا تحتاري. خلاص كده ما تحتاريش بقى في اكلة بكرة، ما احنا مش كل يوم في حيرة الاكل يا ترى هناكل ايه. لا لا لا، خلاص كده ما تحتاريش، اعملي لهم بكره شاورما الفراخ بجد بطريقه سهله جدا جدا وسريعه. بس انا عايزه اقول لك بقى على معلومه مهمه جدا جدا. لما تيجي تجيبي شاورما الفراخ ما تروحيش كده وتقولي له انا عايزه مثلا كيلو من الشاورما الفراخ، لا، قولي له انا عايزه كيلو بانيه. هاتيه بانيه، هتقطعيه في البيت ماشي، هتخليه هو يقطعه لك مفيش اي مشكله. بعد ما تاخدي كيلو البانيه تقولي له قطعه لي شاورما. فاهميني ازاي؟ بيبقى احسن جدا جدا حتى ليكي. يعني هتاخديه في البيت تعمليه كده شرايح طوليه مفيش اي مشكله، هجيب البانيه وانا اقطعه او هو يقطعه لي، غير كده لا. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايزه اقول لك ان تتبيله الشاورما من اسهل التتبيلات اللي انت ممكن تعمليها، ومش لازم كمان تبات في التتبيله، ساعتين 3 كده هتعمليها هتبقى ممتازه جدا معاكي. اول حاجه طبعا هتجيبي كيس من شاورما الفراخ، يعني كيس كده من عند العطار، كيس كده تتبيله شاورما الفراخ خلاص. وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل ببابريكا وفلفل اسود عليها، ما تحطيش ملح لان هي ملحها فيها. يبقى اول حاجه هننزل طبعا بمعلقه من الثوم المفروم، وكمان كيس من تتبيله الشاورما. هتجيبيها منين؟ هتجيبيها من عند اي عطار، وفلفل اسود وبابريكا وشويه من الزيت وكوبايه من الزبادي. وحطي بقى الشاورما وابتدي ان انت غطيها بورق استرتش وسيبيها ساعتين 3 كده في التلاجة. وبعد كده ابتدي ان انت اعمليها. لما تيجي تعمليها هتجيبي طبعا طاسه كبيره، وهنبتدي ان احنا ننزل بمعلقه من السمنه البلدي وشويه من الزيت، وطبعا هنسيبهم يسخنوا. وبعد كده نبتدي ان احنا ناخد الشاورما نطشها كده، واول ما تحطيها ما تقلبهاش لان طبعا هتطلع معانا ميه واحنا مش عايزين كده، احنا عايزينها كده تاخد تشويحه حلوه في الاول، وبعد كده نبتدي ان احنا نقلبها. واول ما تحطيها تاخد التشويحه ابتدي ان انت تنزلي بالبصل، وطبعا كميه البصل تبقى حلوه. وبعدين البصل ولا تقطعيه في الكبه ولا كمان تقطعيه قطع صغيره، لازم يتقطع شرايح زي ما انتم شايفين بنفس الشكل ده، لان طبعا البصل بيكرمل كده كمان مع الشاورما مع التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها، والله بيبقى ممتاز جدا. في اللحظه دي نزلت كمان بفلفل احمر وفلفل اخضر سبايسي. انت عايزه تستغني عن الخطوه دي مفيش مشكله، لو ولادك ما بيحبوش الحاجه طبعا سبايسي. شايفين بقى نزلت بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، ونزلت كمان بالبصل. شايفين اصلا البصل كمان اتعمل ازاي مع الشاورما كده واندمج كمان مع بعض، ما بانش خالص، صح كده؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنبتدي كمان اللي احنا نوسع كده وننزل بشويه من الخل، وكمان هننزل بليمونه. انزلي بليمونه وشويه من الخل هتبقى حلوه جدا وممتازه جدا معاكي. وهبتدي كمان اللي انا انزل كمان بمعلقه ثوم كمان مفروم، وهنبتدي اللي احنا نسيبها كمان هتاخد التشويحه، ونبتدي اللي احنا نقلبها كمان في الشاورما، هتدي نفس ممتاز جدا. شايفين كمان انا الفلفل كمان هنا ابتديت اللي انا قطعته كمان طولي، وهتقطعي كمان قوطه. في اللحظه دي خلاص الشاورما هتبقى اتعملت معانا. هتكون انت كمان محضره الطحينه، عايزه تحطي كاتشب ماشي مفيش اي مشكله. وهتبتدي كمان اللي انت تحمري بقى طاسه بطاطس كده حلوه. عايزه تعملي بقى سندوتشات كايزر زي ما انا هعمل كده ماشي، عايزه تعمليها في سندوتشات شامي براحتك، عايزه كمان تعمليها في عيش تورتيلا براحتك جدا، الحاجه اللي انت بتحبيها اعمليها تمام. بس انا هنا عملت بقى عيش كايزر كده وحطيت عليه طحينه وبقدونس وشويه مخلل، وكمان حمرت لهم شويه بطاطس. والله العظيم كانت اكله حلوه جدا وسريعه وما خدتش اي وقت خالص، وخلصت بسرعه جدا جدا. وعملت لهم حفله من السندوتشات. انا عايزه اقول لك السندوتش ده بره غالي جدا، يعني انت لو هتجيبي الكميه اللي انا هعملها النهارده دي هتكلفك وهتكلفك جامد جدا جدا، وطبعا مش هتبقى انضف من كده ولا احلى من كده نهائي. حاجه البيت طبعا كلنا عارفين ان هي احلى بكتير من بره، وكفايه كمان اللي انت عامله للولاد الحاجه وضامنه كده نظافتها، صح ولا لا؟ وكمان هتبتدي اللي انت تاخدي رغيف كده تمليه كده من شاورما الفراخ. بره كمان مش بيملوا السندوتش كده وبيبيعولك غالي. انا عارفه ان انت ساعات بتضطري تبقي في مشوار ولا حاجه وتجيبي سندوتش من بره ولا حاجه، بس انا عايزه اعرفك ان اكل البيت ليه طعم تاني وليه كده نفس تاني خالص. ربنا يا رب يخلي كل ست بيت لبيتها ولحياتها ولولادها، امين يا رب العالمين. وتعملي لاولادك احسن حاجه واحلى الاكلات. والله العظيم ما تعمليش بقى لا رز ولا مكرونه، غيري لهم في يوم كده واعملي لهم سندوتشات الشاورما الفراخ سهله وسريعه وحلوه جدا، وهتعمليها وانا متاكده هيطلبوها منك تاني. ويا سلام بقى الصيف طبعا وجمال بقى الخروجات في الصيف.
صح ولا ايه؟ بتبتدي كمان محتاره بقى، عايزه تشوفي كمان هتاخدي ايه بره، او مثلا هتاخدي سندوتشات ايه من البيت. طبعا كالمعتاد بنبتدي اللي احنا نعمل بانيه ونعمله سندوتشات. لا لا خلاص بقى غيري الفكره دي، والخروجه اللي جايه اعملي لهم سندوتشات الشاورما، ممتازه جدا. يبقى كانك كمان جايبه لهم بقى كده السندوتشات من بره مع شويه مخلل، هاتي لهم كيسين شيبسي مفيش مشكله، اعملي لهم شيبسي في البيت وحطيه كمان في علبه. والله العظيم الخروجات دي اكلاتها سريعه، وانا برضو هبتدي الايام اللي جايه اعمل لكم كمان اكلات، بحيث ان انت لو خارجه رايحه في حته يبقى خلاص عارفه كمان انت هتاخدي اكل ايه، واحط لكم كمان الحاجه في علب واوريكم كمان وانا خارجه باخد الحاجه بشكل عامل ازاي. ايه رايكم بقى في الفكره دي؟ رايحه النادي وعايزه تاخدي لاولادك سندوتشات كده في النادي، بدل طبعا ما تجيبي لهم سندوتشات من بره وتكلفي نفسك. كل ده هقول لك عليه كمان الايام اللي جايه ان شاء الله. وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، لايك وكومنت حلو منك، وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. طبعا دي من السندوتشات السهله السريعه اللي انت برده ممكن تاخديها معاكي في نادي، في خروجه، الكلام ده كله، وحلوه كده وسريعه. ولسه ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض اكلات حلوه جدا تنفع كمان زي ما قلت لك للخروج او كمان للنادي والكلام ده كله، واحنا بندي لبعض افكار. وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا جدا، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. اعملي خلاص بكره بقى شاورما الفراخ بطريقتي، وبجد هتعجبك جدا، وبالف هنا وشفا عليكي، وربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات اكتر واكتر واحلى واحلى، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.